يا صباح السعادة والأسعار الزيادة كالعادة، وأنا جاية لكم النهاردة بوصفة هتوفر عليكم حبة. طبعا كلنا شاطرين في بيوتنا وبنحب كمان نستخدم نوع توابل كده معين في الأكل بتاعنا علشان يبقى طعمه جميل. أنا النهاردة جاية هقول لكم بنعمل إزاي البابريكا في البيت. هنعملها بكل سهولة وبساطة. معايا هنا الفلفل ده، والفلفل ده يا جماعة احنا زارعينه في المزرعة. تمام. جبت حبة الفلفل الأحمر يا جماعة، اللي هو الفلفل الرومي الأحمر، ما يكونش لونه أخضر. تمام. الفلفل الرومي بيكون منه لون أحمر وأخضر، وطبعا غير فلفل الألوان خالص، ده فلفل أحمر اللي هو الرومي. تمام. باخده بس ده حجمه صغير، يعني فيه أكبر من كده. بحوش بقى منه البذرة بتاعته أو البذور بتاعته، وكمان أي شوائب فيه. باخد بس الفلفل نفسه الأحمر، وبحوش كل البذور زي ما انتوا شايفين كده، والأوراق وكل حاجة، والغصن بتاعه. تمام يا ست الكل. بجيبه بقى نضيف كده زي ما انتوا شايفين. هنجففه بقى ازاي؟ هننشره عادي في الشمس. تمام يا ست الكل. زي هنا ما بقول لكم كده، تحوش البذور منه، علشان البذور دي لما تيجي تطحنيها وتعمليها بابريكا هيكون لونها فاتح معاكي، واحنا عايزين البابريكا طبعا بتتميز بتاعتنا ان لونها احمر وجميل. جيت هنا جبت حصيرة فوق السطوح، طبعا حصيرة نظيفة يا جماعة، تقدري تفرشي عليها اي مفرش تاني. بس عايزة اقولك ان ريحة الحصيرة دي او اي مفرش انت تستخدميه بيكون ريحته بابريكا شديد جدا. تمام. يعني تكون واخدة حذرك ان حاجة انت مش بتستخدميها للبيت، يعني انت مخصصاها للحاجات دي. تمام يا ست الكل. جيت بقى فرشت عليها الفلفل كله بشكل متساوي كده، ما خليتش اي كميات فوق بعض علشان تكون معايا تنشف بسرعة. سبتها 3 ايام في الشمس. بعد 3 ايام جه، بصوا انا سايبه لكم الصوت علشان يكون واضح عندكم. بصوا بتتكسر ازاي، مش عايزاها تكون متلدنه يا جماعه. عايزه اقول لكم ان كمان كان في الشتاء، بس استنيت اول ما الشمس طلعت عليهم بعد 3 ايام واخدتهم وهم في الشمس، يعني ما جيتش بالليل واخدتهم ورحت طحنتهم، لا، علشان تكون متحمصه معايا كده او متجففه جامد. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا وهنطحنها، وكده بقت معانا بابريكا عادي في البيت. عايزه اقول لك ريحتها فظيعه جدا. احتفظي بيها بقى في العلب عادي بتاعت المطبخ. وكده الفيديو يكون خلص، والسلام عليكم.